الصينيه دي اتعملت باسمي، والشيف قررت النهارده ان هي هتضيفها في المنيو بعد لما اقول لها رايي فيها. لو عجبتني 100% هتضيفها وهتسميها باسم الغالي. وانتوا كمشاهدين لو عجبتكم الصينيه دي بعد الفيديو تقدروا تخشوا تطلبوها بسكرين شوت من الفيديو من الشيف شروق او مطبخ شيري. هسيب لكم اللينك وهسيب لكم التفاصيل، ويلا نبدا نجربها مع بعض. دي بقى صينيه محاشي ومعاها بطاطس محشيه لحمه. يلا نجرب. تحبوا نبدا بايه؟ نبدا بالمحاشي ونسيب اللحمه على جنب دلوقتي. بسم الله. طبعا دي مش اول تجربه مع الشيف، وانا علشان عارف جوده اكلها فكنت مصر ان هي تعمل لي حاجه بيتي بحته علشان اشوف الكواليتي بتاعها عامل ازاي. وقلت لها لو الصينيه دي عجبتني قوي لازم تعملي خصم حلو قوي للناس اللي هتجربها من خلالي. قالت لي عينيا ليك. انا هفاجئكم دلوقتي. بص كده، كيلو محاشي مكون من ايه بقى؟ محشي كرنب، فلفل، كوسه، بتنجان اسود، بتنجان ابيض، ورق عنب، بصل، وكمان معاها ربع بانيه، ومعاها 4 قطع سمبوسه، 2 لحمه و2 جبنه. اوريكم الطبق الثاني باقي الاوردر. ده محطوط لوحده علشان ده لحمه. بصوا، دي بطاطس محشيه لحمه. انا الريحه هبلتني رغم ان الاكل برد، بس انا ما حبيتش ان انا اصبر عليه علشان اصور لكم وافرجكم وبعدين ابقى اسخن براحتي. تعالوا نجرب ورق العنب مع بعض. بسم الله. ورق العنب انا اصلا من الناس اللي ما بتحبوش، ولكن ان انا الاقيه بيدوب معايا بسرعه فدي حاجه مميزه. بالاضافه ان في دبس رمان وفي ليمونه، هي حاطه لي نص ليمونه علشان ايه ازود عليها لو حبيت. هجرب بالليمون. بسم الله. حلوه قوي بجد، وصوابع صغيره ازاي. حلوه قوي. تعالوا كده نجرب البانيه بتاعها ده بعد ما برد. بسم الله. هقول لكم بجد ان البانيه مميز جدا، يمكن يكون شبه بتاعنا بس فيه شويه تتبيلات كده جوه البانيهايه نفسها، تتبيله الفراخ نفسها مديها حته تميز، ولكن بجد لذيذه. هنقيم في اخر الفيديو. تعال نجرب البتنجان. بصوا البتنجانيه قد ايه شغل كده، رايق، مش اي كلام، مقصوص صح، مقاس واحد، حاجه سبيشال. تعال نجرب البتنجان الابيض واقول لكم رايي في الاثنين مره واحده. بصوا البتنجان حلو قوي، في سنه سبايسي كده بتديك مزه المحشي، بجد مظبوط قوي بالشعره. هنسيب البصل لاخر حاجه عشان ده انا عندي فضول ان انا اجربه لان ما جربتوش قبل كده. تعال ناخد كرنب، ناخد اتنين مع بعض بقى، قطع صغننه قوي. بصوا حجمها 4-5 مضغات كده بتلاقي نفسك بلعته. بجد دايب قوي، لذيذ. كل حاجه فيه منسجمه مع بعضها. سنه الحرشه بتاعت السبايسي دي عجباني قوي. تعالوا نفصل كده بحته سمبوسايه. شوف سمبوسه ايه دي. سمبوسه جبنه، لا الجبنه عالميه، ميكس جبن حلو محطوط فيه تقريبا زعتر، مميزه قوي. نجرب البطاطس المحشيه لحمه، دي اصلا من الحاجات اللي انا بعشقها، هي دي اللي هتثبت تميز الشيف. بسم الله. لا قطمه ثانيه، قطمه ثانيه يا بايع حلاوه، بجد روعه. في اصلا بهاريز في الطبق من تحت لو انتم شايفين. بصوا دي تخلص البطاطس وتقعد تاكل فيها بقى، رايقه قوي، فيها بصل مكرمل كده، لا حاجه حلوه. تقريبا انت هتدوق كل قطعه كده مع بعضها انت خلاص شبعت. بجد انا وصلت لمرحله الشبع. بس في كوسه لازم اوريها لكم، كوسه محشيه رز، لو انت عايزها باللحمه تطلبها زي ما انت عايز. انا عاجبني تقويره الكوسه بجد، يعني بالمقاس ومقصوصه ومظبوطه، حلوه قوي بصراحه. تحبيشه الرز مع الخضار مع الخضره مميزه. تعالوا بقى نجرب اخر حاجه عشان اسيبكم واقول لكم الصينيه دي هتبقى بكام من خلالي انا. تاخد سكرين شوت تبقى تلاقي تقول لها عايزين الصينيه دي بدل كذا كذا في البصل المحشي. مش عارف بقى هيبقى حلو ولا لا، خيالي والله، كنتش متوقع كده خالص. بصوا البصل لذيذ، في السنه بتاعت السكر البصل بس مش مراره، مش الحرقيه بتاعته، مظبوط قوي. والحشو لذيذ كده، لا تجربه حلوه بصراحه عجبتني. عايز تاكل كده اكله تشرف عيلتك، ما بتعرفش تعملي محشي وعازمه نسايبك، عازمه مامة جوزك، عازمه اي حد، لازم تجيب الصينيه دي، بجد هتشرفك، والله هتشرفك قوي قوي قوي. وفي نهايه الفيديو الصينيه دي ربع كيلو بانيه، يعني عايز اوريكم عدد قطع البانيه غير القطعه اللي انا اكلتها. ربع كيلو غير القطعه دي، 4 سمبوسه، 2 لحمه، 2 جبنه، بصل، ورق عنب، بتنجان ابيض، بتنجان اسود، محشي كرنب، فلفل، بصل محشي، كوسه محشيه لحمه. كيلو 300 جنيه بس بدل 400 جنيه من خلالي انا بس. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا فولو ولايك للفيديو. باي باي.